اخواتي بقى يا مساء الخير. قبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا النهاردة ما تنسوش كده تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة اتطلب مني واحد مكة سخنة. تعالوا كده معيشكم معايا اللحظة واعلمكم بقى بيتعمل ازاي. سهل جدا قوي ونقدر نعمله في البيت ومن غير اي خامات كتير. تمام قوي. اول حاجة هنجهز معانا كده 2 كراف، يعني 2 كنكة في البيت. وتاني حاجة هنجيب النسكافيه بتاعنا، هناخد معلقه كده من المعلقه الصغيره دي بس تكون مليانه قوي، ونقوم حاطين في كراف. تمام قوي. بعد كده هنكون مجهزين نسكويك او كاكاو، يعني اللي موجود في البيت. لو في نسكويك او كاكاو ماشي. هناخد من النسكويك معلقتين صغيرين قوي، وما نكترش عن معلقتين صغيرين. تمام قوي كده. بعد كده هنجيب القرفة بتاعتنا تكون قرفة مطحونة، وهنحط يعني اقل من نص معلقة قرفة، يعني كده اهو. تمام قوي. بس كده. بعد كده لو عندنا في البيت صوص شوكولاتة ممكن نشتغل بيه، ولو مش متاح الصوص الشوكولاتة ممكن نكتر من النسكويك. هنحط كده في معيار معلقة كبيرة من صوص الشوكولاتة. تمام قوي. بس كده. تمام كده. حطينا في معيار معلقه كبيره من صوص الشوكولاته. تمام. بعد كده هنجيب اللبن بتاعنا يكون اي نوع لبن، وهنحط كده في معيار يعني اقل من كوبايه لبن. تمام او كده. بس كده. وهنروح عند الكنكه التانية وهي دي التكه بتاعتنا. هنحط كده نصها لبن علشان اعلمكم الفوم بيتعمل ازاي. الفوم الكتير ده بتاع الكافيهات بيتعمل ازاي. تمام قوي. بعد كده هناخد الكنكه اللي احنا حطينا فيها الخامات وهنحطها كده على النار، ونسيبها على النار لغايه ما تسخن. طبعا لازم نقلب فيها كويس قوي. هنجيب بقى الكنكه التانية بتاعتنا اللي احنا حطينا فيها اللبن، وهنقوم نازلين كده على النار. تمام قوي. ونسيبهم بقى لغايه لما يسخنوا. اول حاجه الموكه بتاعتنا نسيبها لغايه ما تغلي على الاخر قوي. تاني حاجه اللبن ما نسيبوش يسخن على الاخر، اللبن نخليه دافي، وهعلمكم ازاي نعمل الفوم الكتير. هو كده خلاص كراف الموكه السخنه كده سخن معانا وبقى تمام قوي كده. نشيله من على النار. طبعا هيكون تحته رمل، نسحب كده الفوطه بتاعتنا ونمسحه كده شويه من الرمل. طبعا ما وصفلكوش بقى ريحته وطعمه كمان هيكون عامل ازاي. يعني لو اللي احنا ده بنشربه بره طبعا يعني تكلفته بتكون عالية جدا. واحد الموكا ممكن نشربه مثلا بره ب40 جنيه وب50 جنيه. في البيت مش هيكلفنا يعني 10 جنيه اصلا. احنا كده تمام دفينا اللبن. نشيله بقى كده من على النار ونسحبه كده مطرح الرمل، ننضفه كويس قوي. وبعد ما دفينا اللبن، ودي اهم خطوة، هنقوم نازلين كده في الخلاط بتاعنا. تمام قوي. اهم حاجة اللبن عندي يكون دافي علشان نستخرج منه الفوم او الوش الكتير قوي. بعد كده نغطي بقى ونسيبه يتضرب شوية لمدة مثلا 7-8 ثواني. تمام او كده. هو كده خلاص اتضرب معانا، ودي الخطوة اللي قبل الاخيرة. يعني هنقوم بقى نازلين كده في الكراف بتاعنا. طبعا منزل وش كتير اهو زي ما انتوا شايفين، وهو ده المطلوب يعني. تمام قوي. نضغط بقى كده عليها، يعني نضرب كده كذا ضربة كده على الرخامة علشان اللبن يهدى تحت والفوم او الوش الكتير يطلع فوق. احنا كده تمام الاتنين كده. عملنا فوم للبن وكده خلصنا الموكا. هنجيب بقى الكوبايه بتاعتنا وهنقوم نازلين كده بالموكا اللي احنا سخناها. وطبعا ما وصفلكوش بقى الريحه عامله ازاي. ريحه الموكا يعني دي بالظبط بتاعت اي كافيه. طبعا مع اختلاف الكافيهات، يعني ممكن اي حد يعملها بطريقه تانية، وفي ناس بتعملها اللي هي الموكا البونجورنو. وطبعا ده مش مطلوب عندي لان انا بعمله على المكنه وبحط الخامات بتاعته بايدي، وده المتاح يعني نقدر نعمله في البيت كده بمنتهى السهوله. طبعا زي ما انتم شايفين اهو الفوم اهو
طبعا فوم كتير جدا، هوريلكوا دلوقتي عامل ازاي. هناخد بقى كده الفوم بالمعلقة وهننزل بقى كده فوق الموكا. طريقة عمل الفوم اللي احنا بنحبها دي طريقة سهلة جدا نعملها في الخلاط، يعني مش محتاجة اي مجهود ابدا، وطبعا بيحل كده معانا الطلب اللي احنا بنعمله في البيت، اسكان كابتشينو او نسكافيه او موكا او اي حاجة نحب نحط فيها وش، حتى الهوت شوكليت كمان. نسحب بقى، طبعا بينزل فوم كتير اهو زي ما انتوا شايفين. بعد ما حطينا بقى الفوم كده زي ما انتوا شايفين، طبعا فوم كتير اهو، هنجيب بقى صوص الشوكولاتة اللي عندنا وهنقوم نازلين كده من فوق الوش، يعني على الهادي كده نلفها كده كذا دايرة ورا بعض. تمام قوي. بعد كده هنقوم جايبين سكينة كده طرفها زي ما انتوا شايفين، وهنقوم ساحبين كده علشان يعمل لنا شكل جميل، يعني حاجة كده على قدنا في البيت ممكن نعملها بمنتهى السهولة. طبعا في اشكال كتير جدا هعلمها لكم، وده كان معانا النهاردة يوم الهوت موكا، حاجة كده عظمة، ده بتاع الكافيهات. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير، بس خلاص.